اشتغلت في مسرحيه اسمها رابعه العدويه، كان تاليف الاستاذ يسري الجندي، وكنت طالع بدور تاجر بقول فرش وتنافس من فارس ابتعدي يا لصه. فدي الجمله اللي انا كنت بقولها في المسرحيه. فكنت بقعد اطول في دوري واقول اغني البتاع كما لو كان منادي بينادي على البضاعه. فحتى جيت قلت للاستاذ يسري، قلت له يعني ايه تنافس دي؟ فكانت كلمه بالنسبه لي كانت غريبه. بعد كده توطدت العلاقه بيني وبين الاستاذ يسري في مسرحيه وقدساه، ودي مسرحيه اتحاد الفنانين العرب. كان اتحاد الفنانين العرب، وكان في ممثل من كل دوله عربيه، كان في من السودان ومن ليبيا ومن الامارات يعني كنا مجموعه جدا من الفنانين، ودي تجربه كانت جميله جدا. كنت اتمنى انها تتكرر تاني وتالت وللاسف ما اعرفش الحكايه اجهضت يعني اتعرضت في مصر هنا ولقيت استحسان كبير قوي. سوريا سافرنا سوريا، بس طبعا في سوريا قعدنا فتره كبيره ما نعملش بروفات، والتقينا تقريبا كلنا على المسرح، فما كانش فيه تجهيز كامل للحكايه. جيت في التجربه الثالثه كنا بنعيد يا عنتر، وانا كنت مخرج منفذ مع الاستاذ سمير العصفوري، كان اسمها يا عنتر 88 باين او لا في الثانيه. التجربه الثانيه كان المفروض انها تتعاد ثاني، كان عنتر في مصحه امراض عقليه وحاجات كده، فكانت تجربه وما كملتش. ف يعني انا سعيد جدا بوجود الاستاذ يسري معانا هنا في الطليعه، والطليعه ده مكانه، وكلنا يعني شفنا نجاحات في المكان ده، ونشكر الاستاذ محمد الخولي ان يعني حتى نستعيد جزء من تراثنا، اللي هو يعني انا شخصيا مهتم بالتراث الشعبي، وقدمت في السكه دي، واتمنى ان انا اكون يعني وصلت ولو جزء صغير من الحاجات دي. شكرا ليك يا استاذ جميل. يعني الاستاذ الدكتور مصطفى سليم. انا مش